إن ما أعلن عنه ويجري الإعداد لتنفيذه في سياق تطبيقات الخطة المشؤومة المسماة صفقة القرن بضم ما يزيد عن 30% من أراضي الضفة الغربية الحبيبة إلى الكيان الصهيوني الغاصب له خطر كبير يهدد مشروعنا الوطني للتحرير والعودة، ويستهدف الضفة الغربية التي تمثل المجال الحيوي الاستراتيجي الذي سوف تحتدم عليه معارك التحرير المظفر التي يقترب أوانها كل يوم بإذن الله. إن الضفة هي الجائزة الكبرى التي تسابق الإدارة الأمريكية الزمن لإهدائها إلى عدونا المحتل، وتمهد لذلك الأجواء في المنطقة وعلى المستوى الدولي. إن هذا المخطط هو استمرار للاحتلال في عدوانه على كل شيء في فلسطين، على الأرض والإنسان والمقدسات والتاريخ والثقافة، ليضيف جريمة الضم إلى العدوان الأصلي باحتلال بلادنا الحبيبة فلسطين وإقامة ما يسمى بدولة إسرائيل على أرضنا. وها نحن بعد أكثر من 70 عاما في صراع مستعر مع الاحتلال، ليأتي مشروع الضم فيفتح أبوابا جديدة من الصراع، وليصب الزيت على النار وليزيد النار لهيبا، ويقضي على كل ما يسمى بمشاريع التسوية والحلول السلمية التي استثمر فيها العالم طوال عقود. فليعلم العالم بأسره أن أطماع الاحتلال لن تتوقف عند حدود الضفة، بل ستشتعل المنطقة كلها ويطال لهيبها كل دولها، وسوف تجد هذه الدول نفسها أمام مشاريع التوطين والترانسفير وغير ذلك. نحن الفلسطينيين خارج فلسطين وفي داخل فلسطين لن نسمح لهذا الاحتلال أن يحول أرضنا إلى أشلاء متناثرة، فالضفة ضفتنا ونحن أهلها وحماتها، والقدس قدسنا وستبقى عاصمتنا الأبدية، والأقصى أقصانا سوف نحميه بدمائنا ومهجنا وبكل ما نملك، وسوف نصلي فيه صلاة الأحرار. قوتنا كفلسطينيين هي في وحدة موقفنا ضد هذه المخططات، ولنأخذ العبرة من كل الحلول السلمية وهذا المسار الخاطئ الذي أدى بنا إلى هذه الكوارث التي نعيشها اليوم. فاتفاق أوسلو مات وقبر، بل وتحللت جثته وتتفتت عظامه. آن لنا أن ننطلق في برنامج وطني للمقاومة الشاملة يشارك فيها الجميع، ولنعتمد على أنفسنا بعد الله عز وجل وبعد دعم أمتنا من حولنا. وإنني أدعو أشقاءنا العرب عموما، وأخص منهم إخواننا الأردنيين جيراننا وأهلنا وعزوتنا وأمتنا جمعاء، أن يكون لها موقف بالقول والفعل لمواجهة هذا المخطط الخبيث، أداء لواجبها وحماية لنفسها من عدوان لن يوفرها لو نجح في القضاء على جدار المقاومة الفلسطيني لا قدر الله، ولن ينجح. أخيرا أقول: نحن نثق بقدرة الله عز وجل، ثم نثق بالمقاومة وفصائلها المقاتلة على أرض فلسطين الحبيبة، ثم نثق بشعبنا الفلسطيني البطل في الداخل والخارج الذي قدم ولا يزال يقدم أغلى التضحيات، ثم نثق بأمتنا من حولنا، كانت ولا زالت وسوف تبقى معنا نصيرا ومعينا، ولا تشغلنا أصوات المنهزمين المطبعين هنا وهناك. وبعد ذلك نثق أن في هذا العالم بقية شرفاء وأحرار سيكونون معنا في معركتنا لتحرير بلادنا والعودة إلى ديارنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.